قضية دنيا اليوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دنيا واللي ظهرت ليلة الأمس في فيديو من خلال قناة مغارب نيوز. دنيا اللي تربات يتيمة بدون أب وبدون أوراق تثبت النسب ديالها، مما جعلها تحرم من الدراسة. لم تلتحق دنيا اليتيمة بالتعليم، وعاشت مع أمها التي وحسب دنيا كانت تعنفها وتدفعها للخروج للعمل في سن جد مبكرة، الشيء اللي اضطر دنيا للعمل في المقاهي كنادلة أو كعاملة تنظيف في البيوت وبراتب زهيد. تقول دنيا أن الأم ديالها لم ترحمها وأنها لا تتحمل المسؤولية. تعرفت دنيا على زوجها اللي رق لحالها والأسلوب العدواني واللا رحيم اللي كتعامل به الأم ديال دنيا مع الابنة ديالها. تكلم الشاب مع أم دنيا وطلب أن يتزوج الابنة ديالها، فأخبرته الأم أن دنيا لا تتوفر على أوراق تثبت النسب ديالها. فعرض الشاب على الأم أنه يساعدها ماديا حتى تتمكن من تسجيل ابنتها دنيا بمكتب الأحوال المدنية، ومن طبيعة الحال حتى يتمكن الشابين من الزواج. وفعلا ساعد الشاب الأم ماديا، ولكن للأسف دون جدوى. ففي الأخير الأم ديال دنيا ما سجلتهاش في الحالة المدنية. وبعد مدة وفي سن 14 طردت الأم الابنة ديالها دنيا شر طرد من المنزل. فخرجات دنيا والتقات بهذا الشاب اللي كان كيساعد الأم ديالها على أساس أنها تسوي الوضعية ديالها الإدارية، الوضعية ديال البنت دنيا الإدارية، ولكن للأسف الأم ما قامت بولا إجراء. فكيف ما سبق لي وذكرت أن دنيا التقت بهذا الشاب اللي أخذ على العاتق ديالو أنه يساعد دنيا في الأمور الإدارية حتى تتمكن من الحصول على النسب ديالها، النسب العائلي، ويتزوج بها من طبيعة الحال. فالمهم بعد حصول دنيا على الأوراق الإدارية ديالها تزوج بها الشاب ورزقا ببنت. مؤخرا وحسب أقوال دنيا فقد تم القبض على الزوج ديالها بتهمة إحداث الشغب في الشارع العمومي وعرقلة السير، الشيء الذي لم يشارك فيه الزوج حسب ما قالت دنيا. حكم الزوج بالسجن للأسف، مما أثر على نفسيته على حد قول دنيا، لأنه كان مظلوم، فأصيب بمرض السكري طبعا داخل المؤسسة السجنية. توصلت دنيا بمكالمة هاتفية مؤخرا، والمفاد ديالها أن زوجها توفي بالسجن حسب ما يروج داخل المؤسسة السجنية. لم تصدق دنيا الخبر الصاعق، وصبيحة اليوم الموالي توجهت دنيا للسجن حتى تستفسر عن خبر وفاة الزوج ديالها. وفعلا قالوا لها بالسجن أن زوجها عبد الله، المسمى قيد حياته عبد الله، قد مات رحمة الله عليه. تساءل الدنيا كيف توفى الزوج وأحد لم يخبرها ولم تتوصل بأي إشعار، علما أن المؤسسة السجنية تعلم مكان السكنة ديال الزوجين، السكنة ديال دنيا والسكنة ديال الزوج أو المرحوم رحمة الله عليه. فهنا كنطرحوا علامة استفهام كبيرة. فبغينا نعرفوا من تم إخباره. هل تم إخبار عائلة المرحوم، يعني الأبوين ديالو والإخوة؟ لأن حسب أقوال دنيا حتى شي واحد ما خبرها وحتى شي واحد ما رسل لها يعني برقية أو لا إشعار العنوان ديال السكنة ديالها، واللي هي نفس عنوان الزوج رحمه الله. فأنا الآن ومن هذا المنبر من قناتي كنطلب من الجميع أنه يتضامن مع الأخت دنيا ويساعدها، سواء ماديا أو حتى بالاشتراك في القناة ديالها اللي هي قناة يوميات دنيا.
هذا هو اسم القناة ديال دنيا، يوميات دنيا. فإحنا معروف علينا الشعب العربي عامة والشعب المغربي خاصة أننا كنتعاونوا وكنترحموا فيما بيناتنا. وكذلك كنبغي نوجه رسالة لعائلة المرحوم الزوج رحمة الله عليه بأنهم يتواصلوا بدنيا، بزوجة الابن ديالهم رحمه الله، يتواصلوا معها ويساعدوها في إخراج الجثمان من المؤسسة السجنية، وحتى يتم طبيعة الحال الدفن ديال الزوج رحمة الله عليه. وكذلك حتى هما يشوفوا الحفيدة ديالهم ويتعرفوا عليها من طبيعة الحال. وكنتمنى كذلك من المتابعين أنهم يشاركوا هذا الفيديو على أوسع نطاق، يشاركوه ما بيناتهم على أوسع نطاق، حتى يتمكن الجميع من المساعدة ديال الأخت ديالنا دنيا. بطبيعة الحال كل على حسب الاستطاعة ديالو، كل على حسب استطاعته. وأخيرا كنبغي نقول الله يرحم الزوج عبد الله، ويتجاوز عليه ويسكنوا فسيح جناته، ويربط على قلب الزوجة دنيا وعلى الابنة الصغيرة، والله يرزق والديه والعائلة ديالو الصبر الجميل. وشكرا على المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.